بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار تظاهره احتفال بسبيبه التي نظمت في ولايه جانت بمناسبه عاشوراء. اول حاجه نشكر محافظه المهرجان على التنظيم المحكم لهذه التظاهره، بالاضافه ايضا نشكر السلطات المحليه على راسها السيد والي الولايه، وايضا اللجنه الولائيه التي شاركت ايضا حتى هي في اطار تنظيم هذه التظاهره بمناسبه عاشوراء. واكيد عاشوراء يعني نحن كقطاع السياحه استثمرنا فيها في اطار يعني انها عامل من عوامل الجذب السياحيه، واكيد توافد السياح سواء كانوا سياح وطنيين او اجانب الى ولايه جانت، وكان يعني عاشوراء شيء جميل جدا هنا في ولايه جانت. ونسينا نمر الدنيا بدانا نقرا دلنا واستماهق نسينا نمر المحافظ والمهرجان ونسبيبه الدنيا ويا بدني مع اسدخ ولا نظم ورغ يجا سقا سوا دا ورين التوتين ان سن مرداغ يا مغر الولايه لجنه الولايه يمن في الهرت وقال احياء سبيبه هرت توزين كان وغا انجانت الى يعني يومتيان دا نكن ابن السياحه دا قال ان سبيبه وان انت سدوس اللي ما قارن ويتفنن يكلم كل يتفنن يعني يكلم اللي هنا يقريو باش ان الداس الدنيا سبيبه نهارت وقال ان تيهورا وين يموها لو ان دارت دا او يقراص انا يقراص الشباب في الولايه تنجنت نرى دقه دا يقهرت واغا بدا كلمه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن اليوم فرقة قعدة الواحة أطربت الجمهور سكان جانات بمقاطع من القناوي الديوان. الحمد لله نشكروا سيد والي الولاية على رأس الولاية، ونشكروا سيد محافظ المهرجان على حفاوة الاستقبال، ونشكروا على الدعوة وأعطانا فرصة باش جينا شاركنا هنا في هذا المهرجان. ما تخفاش عليكم باللي أن المهرجان نظم في أجواء حميميه، في اجواء تنظيميه محكمه، والحمد لله. الدليل ان انطباعات الجمهور وانطباعات الضيوف اللي جاوا هنايا هما اللي قرروا واش المهرجان كان مليح ولا مش مليح. احنا واش نقول لك، المهرجان فات اجمل ولا اروع. نتمنى ان شاء الله الطبعات الاخرى تكون احسن. شفنا اقبال جماهيري كبير، شفنا تنظيم محكم داخل في 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 اماكن تنظيم الحفلات. وما يخفاكمش هذا المكان السهره اللي حيناها كانت سهرة جميلة. سكان هذه الولاية المضيافة نقدم لهم ثاني شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله يزديها لهذا المهرجان. مهرجان سبيبة اول مرة راني نقول لك انا كشخص نحضر له ونشوفه، كنا نشوفه عبر الانترنت والتواصل الاجتماعي، وهذه الخطرة عشنا معهم هذه الفرحة. شكرا كذلك كل سكان ولاية جانات، يعطيكم الصحة. ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كمشاركة في اليوم الدراسي من خلال المهرجان المحلي للسبيبة، وكأول مرة نحضر هذه التظاهرة بداية من يوم الافتتاح. كان افتتاح مفعم بالحيوية، وكان عارض لكل الاستعراضات والرقصات الفلكلورية، إضافة إلى كلمة محافظ المهرجان وممثل الوزير. كانت كلمة مفعمة بالحيوية تدفع بكل من له شغف بهذه الطقوس إلى الحضور وعدم تفويت أي لحظة. ثانيا في اليوم الدراسي كانت المداخلة حول المحيال الرمزي لطقوس الضيبة في إطار الأركيولوجيا الثقافية، فكان حضور ما شاء الله حضور جماهيري. هذا يكشف وينم عن مدى شغف الناس والحضور بهذه المحاضرات والنمو الثقافي والرقي التراثي لمجتمع الجانتي بصفة عامة. إضافة إلى يوم السبيبة كان يوم جد رائع، وأنا كانطباع لي لم أريد أن يكون هذا
الحضور. آخر مرة إن شاء الله ستكون له زيارات أخرى خلال هذا المهرجان. أما في يوم الاختتام إن شاء الله بداية من فرقة القناوة. دون أن أتحدث حضور الجمهور عن مدى نجاح هذه الفعالية في طبعة 2025. أتمنى أن تترقى هذا المهرجان وهذا الاحتفال إلى احتفال وطني وعالمي ودولي إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس بخير الحمد لله. معكم بسوسي ساسي مصور من ولايه اطرار. الحمد لله جينا ولاد جان تقبلنا احسن استقبال، بارك الله فيهم، ما خسروا معنا في والو، كلشي مريقل تبارك الله. مهرجان سبيبه مهرجان روعه، كلش كان زين. الفولكلور حضرنا حتى اليوم السبيبه، الاستقبال كان مليح، التنظيم كان 10 على 10 تبارك الله ما شاء الله. وشكرا خاص لناس جانت على حسن الضيافه والاستقبال. روعه تنمير تهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونحن على مشارف اختتام فعاليات مهرجان السبيبة، طبعا بمدينة جانت الأصالة، جانت التاريخ. طبعا ونحن في اليوم الأخير اللي هو اليوم الاختتام على أحضان منطقة تسرس. منطقة تسرس هذه المنطقة السياحية المعروفة الباهرة والباهرة الجمال، والكل كيف ما تشوفوا كل الجماهير موجوده اليوم وكل الناس موجوده اليوم على اساس ان شاء الله نختتموا فعاليات هذا المهرجان، مهرجان سبيبه. ونحن كل فرح وسرور بوجود الفرق القادمه من خارج مدينه جانت، خاصه الفرق اللي جايه من دولتنا الشقيقه، دولتنا اللي هي ليبيا. وما ننسوش نشكر فرقة جنجا من منطقة غات أو مدينة غات اللي هي كانت حاضرة، وفرقة تيم ميمون من ولاية تيم ميمون اللي كانوا حاضرين. الحمد لله المهرجان كان في أبهى جماله. جانت فعلا لبست حلة ولباس جميل جدا في هذا العام في هذا الموسم، خاصة فعاليات سبيبة أمس كان في روعة من ناحية النظام ومن ناحية الترتيب ومن ناحية أيضا استقبال لكل الضيوف اللي هم وكانوا مواجدين وحاضرين معنا. اليوم إن شاء الله نتشرفوا في بعض الفرق اللي هي الفنية التراثية بتكون معنا حاضرة في المسرح، طبعا بتكمل البرنامج اللي هو الاختتام. الشكر موصول لكل الشباب الإعلاميين المتواجدين، سواء اللي جونا من خارج الولاية أو من داخل الولاية. وما ننسى الشكر موصول لزملائنا لأخينا السلام وعبد المجيد أو مجيد، وما ننساش بادل اللي هو نور الدين اللي هو على التصوير والتوثيق، اللي هم كانوا بالتوثيق أو تغطية الجانب الإعلامي بالكامل من بداية انطلاقة المهرجان. إن شاء الله بيكون في توأمة في الأيامات القادمة أو في الشهور القادمة بيننا وبين دولة ليبيا، خاصة مدينة غات. إن شاء الله بيكون إن شاء الله فيه مهرجان يسين تقريبا، إن شاء الله بيكون حضور قوي للجان بالنسبة للفعاليات هذه. وأيضا أنا تشرفت جدا وفرحان باللي هو الحضور القوي والمشاركة القوية من أهالينا في أخوتنا من مدينة غات، سواء كان فرقة جنجا وسواء كان في العروض اللي هو قدموها، سواء كان بالنسبة للجانب الإعلامي. نحييكم ونحيي التغطية هذه، إن شاء الله نتواصل معكم في برامج أخرى. ونحيي أيضا الشعراء اللي هم موجودين وهم حاضرين. لي منكم أسمى الآيات والتحيات وعلى حضوركم وعلى هذا التوثيق. إن شاء الله في موعد آخر نلتقي بكم، وشكرا لكم للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الكريم حداد، عضو فرقة غات الفنون الشعبية. قدم الدعوة من محافظة مهرجان الثقافي سبيباي 2025 لحضور فرقة غات الفنون الشعبية إلى مدينة جرة. فعلا توكلنا على الله، لقينا الموافقة، وصلنا إلى جانب وتم استقبالنا أحسن ترحيب، وقدمنا عروض لفرقة غات الفنون الشعبية، الفرقة العريقة، الفرقة التي تمثل فلزان في أيام الستينات. متواجدين حاليا في ميدان يدرس، وحضرنا مهرجان في الدورة الثانية
وأمس حضرنا الدوغية وكان النظام رائع جدا، وكل الشكر للجنة المنظمة لهذا المهرجان من سيادة الوالي الأستاذ محمد عموما ومحافظ مهرجان الثقافي الأستاذ ناصر بكري وجميع الإعلاميين واللجان كلهم، بارك الله فيهم جميعا.